المدرسة عم تحترق. يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم. شو تسوي لك يا رب يا رب تجيب العواقب سليمة. يا رب بفرح لك يا شباب. لك يا يونس. لك يا شباب. إن شاء الله. إن شاء الله. لك أبوها بوزين قطب. لك أبوها بوزين قطب. يا شباب. لك بوزين قطب. لك يا يونس يا شباب مشان الله. مشان الله طبوح. وكل الله وكل الله. لك بوزين قال يا الله يا الله. يا الله. لك قطب. يعني الواطي عبود ما بده يحل عنا؟ يا رجال بدي احكي شغله ولازم تسمعوني منيح. تفضل يا سيد ياسين احكي. عبود ما دخلوا بالشي اللي عم يصير بحارتنا، لانه عبود بيحبني. عبود بيحبني ومستحيل يحرق المدرسه اللي كانت حلم حياتي. عبود ما دخل. عبود مو هو اللي حرق دكان ابو فهمي، ولا هو اللي حرق الفرن ودود الخل منه وفيه. واللي عم يعمل هاي العمايل واحد منا وفينا. لا تقطش تلحش عم ياسين على حب النبي. ها اذا مو عبود اللي عاملها مين بده يعملها لكان؟ يا عمي ابو احمد، يا جماعة الخير، ليش عبود لحتى يحرق المدرسة؟ شو مصلحته؟ فكروا فيها منيح، جاوبوني. اخراس وسدنيعك، حاجة تدافع عن عبود؟ زكور على نصهر، سكوت. أنا ما عم دافع عنه يا زكور. صحيح عبود ابن خالتي، بس انتو بتعرفوني، أنا لما بحكي كلمة الحق بحكيها ولو على قطع رقبتي. عبود ما دخلوا بالشي اللي عم يصير بحارتنا، وأي واحد بيناتنا، أي واحد بيقدر يكتب هاي الورقة ويعلقها على الحيطان لحتى يلزق التهمة بعبود. يا شيخي يا بختار، شرفوا يا عمي ابو احمد، يا فارس، يا اهل حارتي، لك اسمعوني، لك عبود ما له علاقه، لك مشان الله يا زعيم، مشان الله اسمعني، عبود ما له علاقه، ما دخلوا. يا الله، والله ما له علاقه، ما دخلوا. حرام، والله حرام، حرام تظلمونا يا الرجال، والله الظلم حرام، حرام. يا عبدو عبدو قوم فز قوم. اهلين اهلين معلم شكري.